ضربة يونيو بيوم، عبد الناصر كان أول هاتف خارجي له حديث مع أزهري. ناصر يحدث أزهري 90 دقيقة وكأنه يبكي عنده. حدثه عن السوفييت ومصر حين تطلب أسلحة من هناك. يعود إليه السفير ليبلغه أن إجابة السوفييت هي: لا نستطيع تزويد مصر بالسلاح قبل أن نعرف الأسباب التي جعلت القيادة العسكرية تترك السلاح السوفيتي في العراء، أكفأ وأحدث سلاح في العالم، ليصبح الأمر هزيمة للسوفييت قبل مصر. قال عبد الناصر لأزهري: قلت للسوفييت إن هذا الوقت لا يصلح للإجابة عن بعض الأسئلة. قلت لهم: ليس بين إسرائيل والقاهرة إلا أن يتقدم الطابور الإسرائيلي فقط وطلبنا السلاح. والسفير السوفيتي يعود ويقول: الكرملين تطلب الثمن قبل التسليم. قال السفير: أو قطنا بحيث لا تتحرك دفعة من السلاح إلى الشاطئ إلا بعد صعود دفعة من القطن إلى السفينة. هكذا قال حرفيا. وناصر يحكي ساعة ونصف وأزهري يقول: نعم نعم، وكأنه يهدهد الرجل الحزين. والسودان يعلن أن كل شيء في السودان لمصر ويفعل ما قال. بعدها كان هاتف أزهري في جلسته ذاتها يجعل الملك فيصل يسكب المال لمصر لشراء السلاح، والأمير الصباح في الكويت مثلها، ويجمع مؤتمر الخرطوم. وناصر حين يهبط الخرطوم تكتب صحف الغرب في دهشة عارمة: ناصر المهزوم يستقبل في السودان استقبال الفاتحين. كان السودان كله يتدفق في الخرطوم لرفع الروح المعنوية لمصر. السودان يعرف السلاح المناسب في الوقت المناسب، قال الأستاذ محمد سعيد محمد الحسن الذي ننقل عنه تفاصيل ما جرى. قال المحجوب: عبد الناصر حين دعاني لمنزله يدخل بعد 10 دقائق ويعتذر بأن جيوكوب مالك أطال البقاء. قال ناصر للمحجوب: دعوتك لأنني أريد شخصا أستطيع أن أفرغ أمامه ما في قلبي. كان متعبا وحزينا جدا، والمحجوب يقدم الحل. والسودان يطفئ حرب اليمن التي كانت حربا بين ناصر والسعودية، ويجعل قوات مصر 60,000 رجل في اليمن يغادرون اليمن. لم يكن الأمر سهلا. فالمحجوب حين يهبط جدة يلقاه سفير السودان ليقول إن الملك فيصل ليس مستعدا للحديث حول قضية اليمن. والأمير عبد الله يلقى المحجوب ليقول: أرجو أن لا تكون قادبا للحديث مع أبي في قضية اليمن. والمحجوب يقول: ولم لا؟ ما الذي يمنع؟ قال عبد الله: المصريون لا يحفظون اتفاقا. قال المحجوب: يا عزيزي الأمير، الأمر الآن أكبر من مصر، وجودنا كله في خطر. والملك فيصل الغاضب من سفه الإعلام المصري أسوأ ما عرف العرب من إعلام. يستقبل المحجوب ليقول: بالطبع أعرفك جيدا وأحفظ لكم بدوري أعظم التقدير، وفوق ذلك أعرف أنك بصفات العربي النبيل الذي حين يجد خصمه جريحا فإنه لا يقتله بل يعالجه ثم يعرض عليه ما يعرض. الملك فيصل في أغرب أسلوب للمحادثات يعطي المحجوب ورقة وقلما ويجعل المحجوب يجلس خلف مكتبه مكتب الملك ويقول: اكتب ما تريد. والمحجوب يكتب كل ما يصلح مصر والمصريين دون سطر واحد لصالح السودان. هذا سطر واحد من كتاب السودان تجاه مصر. نرجو أن يتكرم أي مصري بكتابة سطر واحد صنعت فيه مصر خيرا للسودان في تاريخه كله. كتبه إسحاق أحمد فضل الله، قرأه أمجد عبيد الحميداني.